كلنا مرينا بلحظة حسينا فيها إننا خسرنا شيء غالي علينا، زي خسارة صديق أو علاقة أو وظيفة أو حتى حلم نفسنا نحققه. في اللحظة دي بنحس إنها نهاية العالم، لكن تفتكر مش ممكن تكون الخسارة دي هي أكبر مكسب في حياتنا؟ أنا مش بقلل من قيمة الألم اللي انت حاسس بيه، لكن الألم ده ممكن يكون بداية تحول حقيقي في حياتك. ممكن الباب اللي بيتقفل في وشنا النهاردة اتفتح لنا 1000 باب تاني غيره مكناش شايفين. الخسارة في حياتنا أشكالها كتير، في خسارة مادية أو مهنية زي إنك تخسر وظيفة كويسة أو تعمل مشروع ما ينجحش. في كمان خسارة في العلاقات زي إنك تنفصل عن شريك حياتك أو صاحب عزيز عليك، وأكبر خسارة إنك تخسر نفسك. كل الخسارات مؤلمة وطبيعي إننا نمر بفترة حزن وإحباط، ده الصح عشان دي الحياة عمرها ما كانت ماشية على حاجة واحدة. بعد الخسارة ممكن تلاقي مكاسب عمرك ما كنت تتوقعها، هتعرف تكتشف قوتك الداخلية اللي كنت فاهم إنها مش موجودة. هتطلع من الخسارة دي عاقل وفاهم، لأن كل تجربة فاشلة في وراها درس كبير يعلمك إزاي تختار بعد كده وإزاي تكون شخص ناضج وتخليش الخسارة توقفك. بص للجانب الإيجابي وبص للمكاسب بتاعتها. كل خسارة هي مجرد نهاية فصل في كتاب حياتك، لكن مش معناها إن القصة انتهت، لأن في فصل جديد بينكتب دلوقتي عنوانه القوة. خليك دايما متفائل، خليك منور الدنيا. سلام.